هلو هلو هلو، عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو جديد، هاخدكم معايا جولة كده في الممشى السياحي في الغردقة. هنشوف ايه المحلات من اول الممشى السياحي لاخر الممشى السياحي مع بعض. تعالوا يلا بينا نروح نشوف الممشى السياحي وايه اللي على الممشى السياحي. يلا بينا غردقة. ده كده معانا محلات لبس. طول ما انا ماشية كده هوريكم كل حاجة. دي صيدلية، في كذا صيدلية على الممشى السياحي، يعني هتلاقوا يمين وشمال، عشان بس عايزة اقول لكم ان في يمين وشمال محلات. ده كده على شمالي فانت بتلاقي كل حاجة قدامك تشتريها. لو حابب تخرج برا الفندق تتمشوا تلاقي كل حاجة، حتى العطارة واللبس. في محلات لبس كتير جدا، ونصيحة يعني ان انتوا بتفاصلوا معاهم. هنا بفصال لازم، لان هما بيقولوا لك سعر غالي اصلا، فبتفاصل معاهم. الجيفتون اهو، لعب اطفال وفضيات. ودهب كمان. زي ما قلت لكم هنا في محلات كتيرة جدا جدا للملابس، وفيها كل الاشكال وفيها كل حاجة. فيها كاشات مايو، فيها مايوهات كتير، حتى لبس الكورة للاطفال انتشر قوي السنة دي. مش يعني واضح ان هو ترندي جدا. بصوا حاجة الاطفال شتوي وصيفي، وهوامات كور وتحف. بصوا الحلو في الممشى السياحي ان انتي مش هتزهقي. يعني لو انتي البروجرام خلص في الفندق، انت بتروح وتتمشى برا، وبتأجر عربيات لولادك، وفي عجل، حتى الشنط. بصوا كل حاجة متاحة هنا، كل حاجة موجودة هنا بالاشكال والالوان. بصوا كمان قعدات عربي. لا بصوا بجد كل حاجه موجوده على الممشى السياحي. انا لو صورت لكم محل ودخلت لكم محل هتشوفوا ان الستايلات كتيره جدا. ده محل شنط. ده كده يعني المحلات قفلت شويه، لان انا طالعه متاخر، بتمشى متاخر يعني بعد الفندق بيقفل الحاجات البروجرامات بتاعته. بصوا حتى الفساتين هتلاقوها. سوبر ماركت اهو. كل ده على الممشى السياحي. فاكرين انا من سنه من السنين جيت هنا بجفتهم وعملت لكم ريفيو عن محلات في الممشى السياحي، ووريتكم الموديلات، ودخلنا المحلات ووريتكم الموديلات، كانت برضو تحفه. ارجعوا للفيديوهات دي هتشوفوا الحاجات اللي جوه، كانت تجنن. عملت لكم على الفضه والنضارات الاوريجينال والكوبي، وكمان عن الملابس. بصي الكوتشات
هو ده المحل اللي انا عملت عنه الريفيو سنة من السنين اهو، صن اوبتكش اهو، وجنبه ده محل الفضة، وكان عنده حاجات حلوة جدا وساعات انا جبت من عنده حاجات لغاية دلوقتي الناس بتتجنن عليها. رجعوا للفيديوهات وهتشوفوها. عايزة اقول ان في كمان كافيهات كتيرة جدا. بصوا هنا مفيش مجال للزهق، هنا مفيش مجال للزهق. طول ما احنا ماشيين بقى هنلاقي فنادق كتيرة قوي. بصوا التاكسيات على طول موجودة، بس هي اتجاه واحد بس عشان ايه تبقوا فاهمين النقطة دي، من اوله لاخره بس كده، مفيش اتجاهين يعني. تعالوا نتفرج اهو عادات، ده تبع فندق اهو، اسم الفندق ادي الصيدلية تاني اهو في النص. بصوا المنظر ده كده، اقول لكم الساعة كام بالظبط، الساعة 12 بالظبط بالليل. في حتت بتبقى هادية بقى ما بيبقاش فيها محلات، بيبقى فيها فنادق، وفي حتت بتبقى كلها ناس ومحلات كتيرة بصوا الفندق ده سيبا. بصوا كل دي بقى كافيهات طول ما انت ماشي. بصوا كافيهات بصوا بقى كافيه تاني اهو، في مكان كمان عشان لو عايز تسحب فلوس، وده فندق في قعدات من بره. هو ده ديسكو صح؟ ده ديسكو بقى، ديسكو بره. كل دي جردات عليه. واو بقى بصوا الموتوسيكلات دي جايين يدخلوا الديسكو. ما سبتش حاجة اهو في الممشى السياحي اللي ما وريتها لكم. كافيهات اهي تاني في النص. بصوا بقى هنا حتى تاون تيم موجود، وبافالو برجر بافالو. هنا بقى هتلاقوا مطاعم كتيرة قوي. تعالوا اوريكم ايه المطاعم المتاحة. بصوا دي بقى المطاعم المتاحة. بصوا الكافيه ده جميل قوي. بص طول ما انتوا ماشيين هتلاقوا حاجات على اليمين وعلى الشمال، فاختاروا اللي انتوا تحبوه وتقعدوا فيه. ادي كافيه تاني
شايفين ايه ده؟ لحوم اللي بيحبوا ماكدونالدز. بصوا بقى KFC موجود اهو معانا في الممشى السياحي. وكمان اهو ده كمان بيطلع رحلات لو انت حابه ان انت تطلعي رحلات. بيتزا هات اهي كمان. حتى الحظاظات والسلاسل هتلاقوها هنا. زي ما قلت لكم ما تنسوش تفصلوا عشان الاسعار هنا بيغلوا فيها شويه. هو ده الممشى السياحي. يلا يا حلوين بقى، اشوفكم بقى في ريفيو جديد في فندق جديد. وباي باي 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 يا مسكرين.